تخيل هاتفا بدون تحديثات، سيصبح بطيئا، متخلفا، وأحيانا غير قابل للاستخدام. حسنا، بالنسبة للموظف الأمر مشابه إلى حد ما. بدون تدريب نبقى في مكاننا، ومع التدريب نتطور. في الشركة تدريب الموظفين ليس مصروفا، بل هو استثمار استراتيجي. إذن ما هي التدريب بالضبط؟ هو مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لتمكين الموظفين من البقاء على اطلاع والتقدم أو اكتساب مهارات جديدة، وهذا يفيد الجميع، الشركة والموظف على حد سواء. أما بالنسبة للشركة فالتدريب يساعد على جذب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها وتحسين الأداء العام والتكيف مع التقنيات الجديدة والبقاء قادرة على المنافسة أمام المنافسين. أما بالنسبة للموظف فالمزايا واضحة أيضاً: تلبية احتياجاته بشكل أفضل، الشعور بأنه أكثر فائدة، التحضير لتطور مساره المهني، والبقاء قابلاً للتوظيف في سوق عمل يتغير بسرعة. لكن انتبه، في عدة أنواع من التدريب. التدريب الأولي مخصص للجدد، يعدهم قبل حتى أن يبدأوا في الوظيفة. أما التدريب المستمر فهو يرافق الموظف طوال مسيرته المهنية، وهي تتيح التكيف والتطور أو حتى السعي للحصول على ترقية. بعد ذلك نميز بين شكلين: التدريب الداخلي الذي تنظمه الشركة نفسها، الميزة أنه يتوافق تماما مع احتياجات الشركة، وغالبا ما يكون أكثر توفيرا من الناحية الاقتصادية. أما التدريب الخارجي فيتم من خلال هيئات متخصصة مثل المدارس أو مراكز التدريب، وهو يتيح الحصول على وجهة نظر جديدة وخبرات متخصصة. تنفيذ تدريب جيد يتبع عملية دقيقة من 5 مراحل. أولاً، تحليل الاحتياجات، ما الذي ينقصنا؟ ثم تحديد الأهداف، ما الذي نريد تحقيقه؟ بعد ذلك وضع خطة واضحة، إطلاق إجراءات التدريب، وأخيراً التقييم. هل نجح الأمر؟ في المغرب تستثمر العديد من الشركات بشكل جدي في التدريب. خصصت شركة توتال المغرب أكثر من 1,000,000 درهم لتدريب موظفيها. شركة This Way تقدم تدريبات باللغة الإنجليزية لفرقها التجارية. تعتمد مجموعة OCP على تدريبات تقنية مستمرة لمواكبة تطور تقنيات التعدين. ومع المدرسة المحمدية للمهندسين وقعت توتال اتفاقية لمدة 3 سنوات لتنظيم تدريبات ميدانية وندوات. لذا تذكروا جيدا هذه العبارة من أجل الامتحان. يعد التدريب استثماراً استراتيجياً للشركة، إذ يتيح التكيف مع التطورات وتحسين الأداء والحفاظ على ولاء الموظفين، مما يخلق وضعية رابحة للطرفين، الشركة والموظف. لأن الشركة اللي تدرب موظفيها هي شركة تتقدم للأمام، والموظف اللي يتعلم هو موظف يتطور. لذا لا تنسوا أن التعلم هو أيضاً بناء للمستقبل.